ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. تعالوا بقى النهارده كده نعمل دجاج كنتاكي بكل اسرار المطاعم الكبيره، واقول لك النهارده في الفيديو ازاي هيطلع معاكي باللون الدهبي الجميل ده، وهيطلع ازاي كريسبي، وكمان طريقه التسويه بتاعته المظبوطه اللي هتخليه طالع معاكي مظبوط ومستوي من جوه مش ني. يلا نروح على الفيديو ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه بنجيب فرخه كده تقريبا دي كيلو 200 جرام او كيلو 100 جرام، بنقطعها بالشكل ده. طبعا بنقطعها 8 قطع، لو انتي حابة تقطعيها اكتر من كده مش مشكلة. يعني مثلا الورك بيتقطع على قطعتين، والصدر بيتقطع على 4 قطع. لو انتي محتاجة تزودي اكتر من كده مفيش مشكلة. هنجيب بقى بولة هنحط فيها كده كوباية مية ساقعة، هنزل فيها بمعلقة كبيرة من البابريكا، وهنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة من الشطة. والشطة هنا مش هتبان خالص في الوصفة دي، ولو مش حابة الشطة بلاها خالص. بعد كده هنضيف كمان معلقة كبيرة من التوم باودر، وهنزل عليهم معلقة كبيرة من المرقة او بهارات الفراخ الموجود عندك، بس المرقة بتعلي الطعم اكتر. وهنزل عليها كمان معلقة كبيرة من الملح، وهنضيف عليهم معلقة صغيرة من الخل. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لغاية اما تدوب كده مع المية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تكوني غاسلة الفراخ بتاعتك كويس وسايباها كده لغاية ما تتصفى، وبعدين هنضيفها في قلب المية دي او في قلب التتبيلة دي، وهنسيبها بقى لغاية كده يوم كامل. يعني ممكن تعمليها من بالليل لغاية الصبح وبعدين تشتغلي بيها، او كمان لو مستعجلة عليها يبقى 4 ساعات. شايفة بالشكل ده كده. انتي لو حابة القطع اصغر من كده قطعيها اصغر من كده. هنحط كل الكمية في التتبيلة دي بالشكل ده. اهم حاجة تكوني مغطية الفراخ بتاعتك بالتتبيلة كويس اهو زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هنغطيها بستريتش رايب ونسيبها في التلاجة لمدة 4 ساعات، لان انا هعملها على طول فمش هسيبها ليلة كاملة. هاخد بقى كده الفراخ بتاعتي من التتبيله، هقلبها تقليبه كده وابدا بقى اصفيها كويس من التتبيله دي زي ما انتم شايفين كده، واحطها بقى في بوله تانية. يبقى هو المكون الاساسي اللي احنا هنستخدمه في الوصفه كلها هو الميه والتوابل بس، وهتطلع معاكي اجمل فراخ مقرمشه وكريسبي وطعمها حلو جدا. شايفين بالشكل ده. هجيب بقى هنا كده عندي بولة هضيف فيها معلقتين كبار من النشا، وضايفة فيها هنا كوبايتين من الدقيق نزلت عليهم معلقتين من النشا كبار، وهنزل عليهم بقى بالتوابل بتاعتنا اللي احنا ضفناها في التتبيلة، اللي هي معلقة كبيرة من الثوم الباودر، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة كبيرة من الشطة، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، وكمان معلقة كبيرة من الملح. يبقى دي التوابل بتاعتنا كلها. وطبعا هنقلب بقى كل التوابل دي مع بعضها كده لغاية اما تتبل كل دي مع بعض، ومع النشا مع التوابل نقلبهم كويس. طبعا في المرحلة دي بقى هنجيب بولة تانية فيها مية، هاخد بقى الفراخ بتاعتي في الدقيق والنشا والتوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها فيه، وهننفضها كويس جدا. بعد كده ما نقلبها في الدقيق ننفضها كويس جدا، وبعدين هنزل على المية، والمية تكون ساقعة علشان تقفل المسام بتاعة الفراخ. وبعدين بقى هنزل بيها تاني على الدقيق والنشا زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو انت حابة تخلي الكفر اعلى من كده ممكن تعمليها مرتين 3 من المية للتتبيلة، من التتبيلة للمية. شايفين؟ اهم حاجة بقى تجيبي مصفى كده وتنخلي فيها الفراخ علشان تديكي الشكل بتاع الفراخ بتاعت بره، يعني يبقى فيها كده كشكشة. شايفة بالشكل ده. هتنزلي بقى في طاسة تكون فيها زيت غزير ويكون سخن، تنزلي على طول وهو سخن الزيت، تقلبيها بقى بعد 3-4 دقايق تقلبي فيها بالشكل ده. شايفة؟ وبعدين بقى بعد ما تعمل كده الكفر بتاعها خلاص يدخل في القرمشة، تبدأي تهدي النار عليه، النار متوسطة علشان اللحم يستوي من جوه، ميبقاش مستوية من بره ومن جوه لا. شايفين؟ بطلعها بقى كده بالشكل ده. طبعا هي خلاص استوت من جوه ومن بره وكل حاجة زي الفل. هجيبها بقى كده واحطها في مصفى علشان تصفي باقي الزيت بتاعها كله، وكمان تطلع مقرمشة معايا. شايفين بالشكل ده. بعد كده بقى ده شكلها بعد ما سويناها كلها. شايفين بقى طالعه مقرمشه وشكلها جميل ازاي ومستويه من جوه. هوريها لكم كمان اهو.
شايفين القرمشه حاجه كده جميله ما شاء الله. شايفينه من جوه كمان مستوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.